قبل ما نهز التليفون باش نبدا نسجل في هذا الكلام اللي كتسمعوا دابا، كانت عندي عرام تاع افكار في راسي وترونت هنا فكره نبدا بها. مي قررت انني نوصل لكم في هذا الفيديو رساله لينا حنا كشباب. خاصنا نركزوا على حاجه واحده، ما خاصناش نهزوا عليها عينينا ولا نغفلوا عليها، وهي نطوروا ذاتنا ونلقاو ريوسنا. شوف، في هذا العمر تاعي وتاعو اللي هو منتصف العشرينيات، هاد الفترة اللي في صغرنا كنا كنحلمو نوصلوا ليها باش نديرو شحال من حاجة طلعت صعيبة وبزاف تدوز بواحد سرعة البرق وما تنفهمو فيها والو. وتنشوف شخصيا انا اصعب مرحلة تقدر تدوز منها في حياتك. المهم في هاد الفترة بالضبط ما محتاجينش فيها نبغيو ولا نقلبو على الحب بهاد المعنى، محتاجين نمنحو هاد الحب لذواتنا اولا، لراسنا، لقرايتنا، لخدمتنا، لصحتنا البدنية والنفسية، لوالدينا. محتاجين نديرو شي حاجة ملموسة في حياتنا، محتاجين نمنحو هداك الحب لكل ما تيخصنا حنا هما الاولين. ما نبقاوش نقلبو على الشخص في حد ذاته نبغيوه ونهتمو بيه ونضيعو حياتنا في تقلاب وفي محاولة ارضاء الغير. شوف، شخص مقدر لينا والمناسب راه كاين وغايجي النهار اللي نتعرفوا عليه، وراه الله مخبيه لينا وغايجينا في الوقت المناسب، الوقت اللي غنكونوا فيه حنا مستعدين لداك الحب وديك المسؤوليه. خويا اختي، مادام حنايا نص الدين الاول ديالنا باقي ما كملناش، فما نقلبوش على النص الاخر اللي هو الحب والزواج والعلاقات وزيد تنساليو بعدا النص الاول اللي فيه قرايتنا وخدمتنا ومستقبلنا، حتى نطورو راسنا ونقويو نفسيتنا. تنساليو هادشي كامل ونحسو براسنا مرتاحين نفسيا وماديا وسطر لينا مزيان على هاد الماديا. هاديك الساعة نقلبو على النص الثاني ديالنا، واكيد كون على يقين غنلقاو الحب والشريك الامثل وغنكونو قادين بيه وقادين عليه وقادين المسؤولية. قبل ما نسالي الفيديو، وماشي هي اللي جا نبغيو، انما هو اللي بغينا، وبصح يبين لنا انه باغينا وماشي غير كلام وصح.